اليوم غادي نناقشوا مباراة النهضة البركاني علاش بان الفريق المحلي بهذا الضعف الهجومي رغم النتيجة، وزيد على الانتصار الشعباني على بن هاشم تكتيكيا، وايضا الماتش تاع الرجاء واكادير الابداعات ديال الجماهير السوسية والعنصرية اللي تعرض لها اللاعب الهلالي في الدوري الاسباني. فقبل ما نبداو داكشي مهتم باخبار الكرة المغربية خلي ابوني كتب كومونتير خايب ولا زوين، خذوا راحتكم في الكومونتيرات ويلا نبدا. بعدا واحد القضية كنت ناقشتها قبل، ما يمكنش تلعب نور الدين امراض كجناح ايسر، ما كيبانش بديك القوة اللي موالفين عليه. فمن بعد القدوم تاع حكيم زياش انت عارف بانه غادي يوقع مشكل في التشكيله ديال فريق الوداد البيضاوي. فبعدا بهذه التشكيله البشريه اللي عندك حشومه تلقى مشكل مع نهضه بركان في التيران ديالك. اول ماتش ديال حكيم زياش مع الوداد شفناه لعب كوسط ميدان هجومي، بقى نور الدين في البوست ديالو كجناح ايمن، ولكن زياش ما قدمش داك الاداء المطلوب منه، وهذا الشيء كان متوقع. فاضطر بن هاشم على انه يرد نور الدين امراض اليسر ورجع زياش الرواق الايمن. نور الدين اللي مبدئيا في الماتش ديال التشيره كان ساهل نسبيا، لعب مزيان، ولكن في هذا الماتش بان الضعف ديالو. نفس المشكل طاح فيه فريق الرجاء البيضاوي. انت عندك حاليا ايوب العملود وعندك بولكسوش كيلعبوا بجوج اظهره في اليمين. وكان فكره الماتش الفايت اللي كان عند الرجاء مع بركان لاحظت واحد اللعيبه، ايوب العملود قالوا على انه اصابه بولكسوش ايضا دخل في الشوط الثاني، ولعب المدرب بعد ديك ظهير ايمن بعد اللي في الاصل ديالو كان ظهير ايسر مع فريق النهضه البركانيه. فالامر الغريب على انه ملي دخل بولكسوش في الشوط الثاني تم التوظيف ديالو كجناح ايسر. طارق سكيتيوي في الشان كان موظف كجناح ايمن في الجهه ديالو، ولكن اللي ما فهمتش علاش في الشوط الثاني ما دخلتي ما تردوش للبوست ديالو وترد بعد دير الجهه ديالو. ايضا نرجعوا للماتش ديالنا، معيد الشعباني خنق الوداد في التيران ديالها، الوداد اللي مازال فيها مشاكل هجوميه. يعني عندك لاعبين مؤهلات كبيره، زياش امرابط وداك اللاعب اللاتيني. زياش مبدئيا بدا كيدخل في اجواء ديال المنافسه، ولكن هذا الماتش بان التيرات ديالو كانوا غير مؤطره. وزيد عليها الفرق اللي بينه وبين نور الدين امرابط رغم تقدم العمر ديال نور الدين، فراه كيرجع يعاود دفاعيا. هذه النقطه اللي لاحظتها بزاف في زياش، كيبقى تابع اللعابه ديال بركان حتى كيفوتوا في التيران صافي كيخليهم. الجمهور البيضاوي كيبغي تحربن وتقاتل معاه وتكون شديد كما تيقولوا. الوداد اللي كان تيحاول على انه يضغط على بركان في نص التيران ديالو، ولكن كاشاره فاش يكون عندك حارس مرمى تيعرف يلعب برجليه بقيمه انس الزنيتي فراه ما كيتلقاش مشكل من هذه الناحيه هذه. ملي كتشوف بحال كترد ليه كره، وكون كان منير المحمدي حاليا في هذا الماتش فراه كان بركان غادي يعاني بزاف. منير المحمدي اللي ما تيعرفش يلعب برجليه، وكنظن على ان بعد العوده ديالو فراه يبقى انس. النهج ديال المدرب التونسي كيبغي يبني كواري من اللور، هذا الشيء اللي ما كينفعوش مع منير. وباش نعطيو كل ذي حقين حقه، النهضه البركاني قدم ماتش كبير رغم الخساره ديالو باش لعب مع فريق الوداد البيضاوي بهاد اللاعبين اللي عنده وسط الجماهير ديالو في دونور. باش تقدم ماتش كبير بحال هذا خاص تكون سميتك نهضه بركان. البيلانتي اللي جا في اخر الدقائق حكيم زياش اختار تيري الكره الوسط، الزنيتي ما توقعش. بناش ما بغى يجرب واحد القضيه في الماتش المقبل ديال فريق الوداد ولعب زياش كمهاجم ثاني خلف تعود اللي هو بن يدر، ورد نور الدين البوست ديالو كجناح ايمن، وممكن يلعب اللاعب اللاتيني كجناح ايسر. مبدئيا هذه خطه، حتى حاليا راك ضايع في نور الدين امراض. خليني اسحب الدم مع التلفزيون. ونمشيو للماتش ديال فريق الرجاء البيضاوي حسن متاكدين. مبدئيا انا ما تفرجتش هذا الماتش كان نفس التوقيت مع المباراه الاخرى، ولكن بغيت نشيد بالجماهير التونسيه اللي بدعوا قدموا تيفوات واعرين. الحمد لله النيفو تاع البطوله الوطنيه غادي كيتزاد من بعد التيرانات دابا ولينا كنشوفوا الجماهير، من بعد البارح فاش الابداعات ديال الجمهور الفاسي والديبلاسمون الكبير اللي كان ديال مراكش، الجماهير المكناسيه اللي مشاو للرباط، والحضور ايضا الكبير تاع جماهير الجيش الملكي، والاخراج ايضا اللي فيه واحد التطوير كبير. فحاليا بقى لنا غير المعلقين ونزيدوا نجيبوا لاعبين ذوي مهارات او الدوليين المغاربه كما هذه السنه هذه فينا حضور كبير من الدوليين المغاربه، هما اللي بينوا الفرق حاليا. نور الدين امراض، حكيم زياش، منى المحمدي، بوطيب والبقيه. وغادي نبقى ديما كنقولها واحد النهار غادي تشوفونا كنتنافسوا مع الدوري السعودي على افضل دوري عربي. نمشيو للاهانه العنصريه اللي تعرض لها اللاعب الهلالي في الدوري الاسباني. مبدئيا شفت في الكومنتيرات تاع الصفحات اللي لاحوا هذا الخبر بزاف ديال المغاربه كيتشفاو وكيضحكوا. باش نحطكم في الصوره، اللاعب كان قال ليه انت فقط جاي علامات قاربه وشيء من هذا القبيل. المشكله بزاف ديال هاد الناس كتلقاو فاش كيتعرض فينيسيوس جونيور لمثل هاد الامور كتلقاوهم هما الاول اللي كيدافعوا عليه. وبارك علينا من عقده الاجنبي. وايضا الجامعه الملكيه المغربيه خرجت ببلاغ كتساند اللاعب الهلالي.